شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. تحية لك زميلي العزيز وكافة المشاهدين الأعزاء مشاهدي الجديدة 24. اليوم تخليدا لليوم الوطني للإعلام الذي رسخه وكرسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة الملكية السامية التي وجهها إلى أسرة الصحافة والإعلام سنة 2004، التي أكدت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وكذلك ممارسة الحرية المسؤولة للصحافة ودور الإعلام في الترافع والدفاع عن مختلف القضايا المجتمعية وكذلك الخارجية، لأن الإعلام اليوم أصبح سلطة ثابتة وركيزة أساسية في تطور البناء الديمقراطي ببلادنا. في هذا السياق نظمت اليوم نقابة الصحفيين المغاربة بإقليم الجديدة لقاء تشاوريا حول مستقبل الصحافة الجهوية في ظل الأزمات الدولية. الغاية من هذا اللقاء كان بالأساس أن تكون صرخة الصحفيين على مستوى إقليم الجديدة من أجل الترافع أولا عن كرامة الصحفي في الدفاع عن حقوقه الاجتماعية والاقتصادية بطبيعة الحال، وكذلك تعزيز السبل القانونية، ونحن في خضم إعادة ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر ببلادنا. أيضا اليوم نجدد نداءنا بضرورة إحداث بيت الصحافة، والذي سميناه في ندائنا الذي أصدرناه بطبيعة الحال وسنعممه على كافة الزملاء الأعزاء. أطلقنا عليه نداء الجديدة حول مستقبل الصحافة الجهوية. قلنا فيه بيت الصحافة الحلم الكبير للصحفيين. اليوم نحن نطمح إلى إحداث هذا البيت على مستوى مدينة الجديدة ومنطقة دكالة ليكون صرحا إعلاميا لتنظيم الندوات، للتكوين، للتأطير، للمواكبة، وكذلك لانبثاق أفق جديد في سماء الصحافة الجهوية. اليوم أيضا تزامن أيضا هذا اللقاء التشاوري ليس فقط مع المواطن الإعلام ولكن أيضا مع الذكرى الأربعينية لرحيل عميد الصحافة الجهوية الأستاذ السي مصطفى الخيار. ولاحظتم كيف أحيينا أول أمس حفلا تأبينيا يليق بمقام هذا الاسم الكبير، لأن مدينة الجديدة رحلوا ومروا بها ولا زال يعيش بها أسماء كبيرة ووازنة في قطاع الصحافة والنشر، قامت بالترويج والتسويق الإعلامي الترابي لمنطقة دكالة، وتستحق فعلا هذا البيت الذي نأمل أن يكون له صدى في مكتب السيد عامل إقليم الجديدة. وهي مناسبة أن نجدد له التهنئة والتبريكات بمناسبة الثقة الملكية المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه عامل على إقليم الجديدة، ونحن سابقنا وأن راسلناه خلال هذا الأسبوع على أمل اللقاء به عاجلا بإذن الله، لأن الصحافة اليوم يجب أن تكون وأن تظل صوت الحقيقة. المواطن اليوم هو من يطالب بالحقيقة، المواطن اليوم هو الذي يدعو إلى صحافة مهنية جادة ومسؤولة وموثوقة، وبالتالي يستوجب علينا أن نلبي تطلعات رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الأكيد أن التطورات العالمية ليس فقط الحروب وإنما الذكاء الاصطناعي اليوم ناقشناه في هذا اللقاء التشاوري أضحى يشكل تهديدا وتحديا لمهنة الصحافة، حيث أن العامل البشري ربما في المستقبل قد لا يبقى صحفي، لأن صناعة الخبر اليوم ممكن أن تكون بطريقة آلية وإلكترونية وسريعة وفعالة، لكن الأساس هو أن الصحفي هو الشاهد على العصر وهو الذي يكتب الحقيقة. أيضا تطرقنا اليوم لمجموعة من الأمور الأساسية، من بينها دعم المقاولة الإعلامية. نحن أجراء في هذه المقاولات، ونجاح المقاولة الإعلامية على مستوى الجديدة هو نجاح للصحفي بطبيعة الحال من أجل ضمان كرامته المادية والمادية. أملنا أيضا أن تكون المؤسسات المنتخبة وكذلك كبريات الشركات أن يخصصوا حيزا للصحافة من خلال الاستشهار بطبيعة الحال الذي يظل المورد الرئيسي والأساسي لمهنة الصحافة، رغم أن اليوم الصحافة الإلكترونية القراءة هي مجانية، ومع الأسف القطاع الورقي يشهد تدهورا من حيث نسبة المبيعات وغيرها من الأمور. بالتالي نحن على يقين داخل نقابة الصحفيين المغاربة إقليم جديدة على أن الخير سيكون في المستقبل بإذن الله، وأملنا أن يلتف الجميع حول مختلف الإطارات النقابية، ليس فقط نقابتنا ولكن الأساس أن ينتمي الإخوان إلى العمل النقابي وأن يسهموا في التأطير. نقابتنا ولله الحمد على مستوى الجديدة هي نموذج على الصعيد الوطني والدولي، ساهمنا ب 21 مقترح
في تعديل لمختلف القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، والأمل كل الأمل بإذن الله أن تكون الصحافة في الموعد مع انتظارات المواطنين. شكرا جزيلا، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بإذن الله.